دكتور عبد الله يعطيك العافيه. الله يحييك. مبسوط اني معاك. الله يرفع قدرك. انت اعلامي متخصص ومراسل معروف. نصيحتك للمراسلين الشباب الان، شو النصيحه اللي تقدمها لهم؟ أول شيء شكرا خالد على الفرصة، وإن شاء الله إني أنا بعطيهم يعني اللي لو بنصح فيه أي شخص يعني قريب لي أو كذا يستشيرني بهالجانب. اللي ما عنده استعداد إنه يطور أدواته، اليوم الأدوات اختلفت، من ضمنها اللغة، من ضمنها المواكبة. اللي ما عنده استعداد يطور أدواته لا يدخل هالمجال، هذا رقم واحد. اثنين، اللي ما عنده استعداد يشوف نفسه أو يشوف المراسل الميداني مهنة لها مصدر دخل ويأخذها كاختصاص واحتراف، برضو لا يتعب نفسه. ثلاثة، وهي أهم شيء، اللي ما يشوف نفسه في عالم كرة القدم مثلا إنه مراسل في كأس العالم، لا يحاول يتعب روحه. اللي ما يشوف نفسه لما تستضيف المملكة الألعاب الأولمبية يوما ما أن مراسل كرة الطائرة، كرة السلة، التايكوندو والتخصص، لا يتعب روحه. السعودية قاعدة تجري تنمويا بعجلة أو عجلة التنمية سريعة. اللي ما يقدر يواكبها لا يتعب روحه، يرتاح، يشوف له شغله ثانيه ويرتاح. لا مش المراسل، ممكن يطلع في مكان إعلامي آخر بس مش مراسل.